السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم، إن شاء الله كل أياماتكم سعادة وهنا وبركة. طولنا عليكم الغيبة بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين على كل حال. نحن اليوم بأحسن حال ونرجو الله الصحة والعافية لكل أمة العالم أجمعين. أخواتي الكرام، اليوم أنا جايكم بوصفة كتير ظريفة، وصفة بيتية، يعني وصفة هي من التراث السوري. يعني أهلنا بالقلمون بيشتغلوها، أهلنا بالجزيرة بدير الزور بيشتغلوها، وصفة بيشتغلوها ستات البيوت بس ولكن إلى سر، واللي كانوا يشتغلوها السر تبعها مات معهم. اليوم أنا رح أعطيكم إياها مثل ما تعلمتها أنا من ستي وتعلمتها من شيوخ الكار القدماء، رح أقدم لكم إياها بأسهل طريقة وإن شاء الله بإذن الله بتعجبكم. هلأ رح نروح بالنسبة للمكونات حبايبي، عندي أنا كيلين طحين. إذا أنتم بدكم تشتغلوا كيلو طحين نص المكونات كلياتهم هدول، يعني أنتم بتقسمون على اثنين. عندي كيلين طحين، 400 جرام سكر، وعندي 400 جرام حليب. مي ما بتشتغل إخواتي، 400 جرام حليب. وعندي اللهم صل على سيدنا محمد 500 جرام زبدة و500 جرام زيت. يعني نحن بوصفة المعمول اخواتي كل كيلو طحين بنحط له نص كيلو سمنة. انا الكيليين بدي احط لهم كيلو بس نصهم زبدة ونصهم زيت، يعني هدول كيلو هدول كيليين. وصلت الفكرة اخواتي؟ قالبين زبدة، كل قالب زبدة 250 جرام، عندي قالبين وعندي نص كيلو زيت. والنص كيلو زيت انا اخواتي حاطط له معلقتين حلوب، 3 معالق حلوب مشان اخذ النكهة الطيبة. وعندي 400 جرام سكر مثل ما قلنا لكم، 400 جرام حليب، وعندي تقريبا كاسة جوز هند، وعندي كمان نص كاسة قطر. هدول بالنسبة للسوائل واللي بده يحتاج العجين. بالنسبة للمطيبات اخواتي، عندي محلب معلقة كبيرة، معلقة كبيرة محلب، معلقة كبيرة قرفة، معلقة كبيرة هيل، معلقة كبيرة جنزبيل، حبة جوز الطيب، ومعلقة كركم، وعندي ظرفين فانيلا وظرف بيكنج بودر، وعندي برشة ليمونة. أنا عندي ليمون ظروف مجفف موجود بالماركتات بأوروبا. بسوريا إذا بتحطوا برشة ليمونة مو غلط، إذا تستغنوا عنهم كمان مو غلط. هدول بالنسبة للمطيبات. في عندي تقريبا معلقتين حبة بركة، وعندي ظرف خميرة. وبنجي للعنصر الأساسي اللي بهالوصفة، شمر ويانسون. عندي معلقة ونص كبار شمر ويانسون وشمر، وعندي معلقة ونص يانسون. هدول اخواتي هن اللي بيعطوا الطعمة الطيبة. هي الوصفة اسمها قليجة، اسمها كليجة، وفي ناس بيقولوا لها طابع، في ناس بيقولوا لها طابع، وفي ناس بيقولوا لها راس العيد، يعني كل منطقة لها تسميتها. وبالنسبة للحشوات اخواتي، انا مساوي كيلو عجوة مثل ما لكم مساوي، وجايب لكم انا يعني وصفة ان شاء الله باذن الله رح تعجبكم. رح اقدم لكم اياها بوصفات جاية شلون بتصير. هي النانرج ان شاء الله باذن الله كمان رح اشتغل لكم اياها. وهلا بدنا نروح لتحضير الوصفة. بالنسبة لتحضير العجينة، اول وحدة هدول المكونات كلهم بدي احطهم على الناشف، يعني بدي انزلهم كلياتهم. هلا هيك هدول خالصين. وبدنا نحط الفانيلا، ظرفين فانيلا. وبدنا نحط البيكنج بودر، بيكنج بودر بنحط على الناشف طبعا ما تكون شايفين، يعني ما بينزل مع الحليب. هدول صاروا خالصين. بدنا نحط حبة البركة، وبدنا نحط الشمر، وبدنا نحط اليانسون، وطبعا انا برشت جوزة الطيب. هدول اخواتي نزلنا عليها كل المطيبات، وبدي احط الجوز هند. هدول كلياتهم هلا هيك صاروا جاهزين.
هلا هدول بدنا نحركهم ليتخلطوا كلهم مع بعضهم. شايفين حبايبي؟ هلا هالمطيبات كلياتها بتعطي ريحه كثير طيبه، يعني بنايتكم اللي ساكنين فيها او بيت العربي او بالحي رح تصير ريحه الحي كلياته بهالروائح الطيبه. والله مبارك بالسكبه، يعني الله يرحم اهلنا دائما يسكبوا لبعضهم من هالاكلات هي. هلا نحن هدول حركناهم اخواتي وتمازجوا كلهم مع بعضهم مثل ما لكم شايفين. بعد ما خلطناهم بدنا ننزل عليهم الزبده. هي الزبده بدنا نضل ندعك الطحينات مع الزبدات مع الزيتات لتصير معنا عجينه كريميه. رح ادعكم وبرجع لكم بفرجيكم شلون طلعت معنا بعد الدعك. طبعا ما بننزل عليها اي نوع من السوائل، يعني هدول الزيتات والزبدات والطحينات فقط لا غير. لاقوني بالمرحله اللي بعدها. هيك هلا اخذت الزبدات والزيتات. هلا هيك انا بهي الطريقه بدي اياها اخواتي، غير هي الطريقه بتفشل معكم، لازم تطلع معكم هيك. شايفين؟ اذا ما كانت هيك بتفشل معكم، يعني شيء طحين جاي سمنه وطحين مو جاي زيت، لا بدي اياها تندايك تصير معنا كريميه. هلا هيك نحن خلصنا، رح نقيمها مع جنب وبدنا نطالع التبليعه. رح اشلح كفوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب وعاء بننزل عليه الحليبات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبننزل عليه ظرف الخميره مثل ما لكم شايفين اخواتي، هذا ظرف الخميره. وبننزل عليه الاطراف هذول كلهم خالصين هيك. وبننزل عليه السكرات شايفين، وهدول بدنا نحركهم ليذوبوا معنا. وبس ندابوا معنا بننزل عليهم العجينات. رح احركهم وذوبهم وبرجع لكم ان شاء الله. اخواتي هلا انا ذوبتهم بس بعد ما بدلت الاناء لانه الوعاء هذا صغير، انا غيرته جبت واحد اكبر. وهلا هي العجينه بدها تنزل على التبليعه، وبدنا نبلش نحرك من تحت لفوق لحتى تبلع الميات كلياتهم هيك بهالطريقه اخواتي. ولو عجنتوا ما بيأثر، هذا مو مثل المعمول اخواتي، لا تخافوا ما بيأثر. هي يعني لا تشوفوا انه ما بيروحوا الميات، بيروحوا الميات وميت السلامه. شايفين؟ انا بضل العب حرك لحتى تاخذ الميات الحليبات كله، عفوا مي هون ما بنحط اخواتي. تاخذوا اكله كليجه ان شاء الله باذن الله، تدعوا لي عليها والله يجعل عملنا صدقه جاريه لوجهه الكريم. شايفين اخواتي؟ شايفين شربة البياض كله. يا سلام. هلا هيك بنريحها هيك ساعة، ساعة زمان، ساعة ونص زمان، ونرجع نشتغلها. ورح نرجع لكم بإذن الله بعد ما تاخذ ميات كلياته. وهلا اخواتي بعد ساعة تقريبا، ساعة وربع، طالعتها من البراد، اخذت منها شقفة ورجعت الباقي على البراد. رح فرجيكم شلون بدها تطلع معنا. بتطلع هيك طرية بس انتم لا تخافوا منها. رشة هيك طحين خفيفة، تاخذ شقفة حطها فوق منها، دعكة دعكة خفيفة ولا تخافوا. يعني تاخذوا طوق صغير انتم وبتقسطوا اذا بدكم. انتم شلون ما بدكم قسطوا، لا تقسطوا مثل حكايتنا تقولوا، يعني انتم قسطوا على طريقتكم. هيك شايفين سكينة هيك بهالطريقة. يعني القطعة شي 35 جرام. شايفين؟ في عندي 3 طرق للحشي، يعني انا رح اقدم لكم 3 طرق ان شاء الله باذن الله بيعجبكم. رح نساوي ساده ورح نساوي
نحشي قوالب ورح نساوي مد مثل المعمول المد. هلا نحن رح نساوي اول شيء اخواتي رح نساوي العاديات هدول بدنا نحشيهم هيك بهالطريقه. شلون نحن بنحشي العجوه هيك، ويا ريت العجينه تكون نسبتها اكبر من العجوه. ليش؟ لانه هي طيبه العجينه اكثر من العجوه. هيك بهالطريقه. وبدي ارجع انا هدول اخواتي دعبلهم هيك وصفهم هيك بهالصاج هيك. ليش؟ لانه انا عندي قالب خصوصي جايبه لهالشغله، لانه هون انا باوروبا ما عندي قوالب مثل، يعني ما تاخذوني القوالب الموجوده بالشام بالطابع، نحن بنقول له الطابع، ما عندي انا هالقالب هذا. شايفين اخواتي؟ هذا القالب موجود بكل اوروبا، وحتى بسوريا موجود، حتى بالاردن موجود، بالسعوديه موجود. ما عليكم بتطوبروها هيك تحشوها هالكبسه هاي. شايفين اخواتي؟ شايفين طلعت ما احلاها؟ وكلهم هيك بتساووا. يعني هي ان شاء الله باذن الله ما بتعذبكم. شايفين بهالطريقه. بهي الطريقه بتسووا. هدول رح ساويهم انا كلهم هيك اخواتي، بس هاد بدي زيته. كل ما زيتوه ما بيقعد بيعلق معكم. وان شاء الله كمان بدنا نحشي نانرج باذن الله. رح اكملهم هدول كلياتهم العجوات وبرجع لكم بنحشي بعد ما معكم النانرج. حبايبي انا حشيت النانرج، بعد ما حشينا العجوه حشينا النانرج صفيناهم هيك. رح اعطيكم طريقه الطبع. هون ما رح نستخدم نحن قالب، رح نستخدم شوكه بالطريقه العاديه، كبسه هيك وكبسه هيك. شايفين بهالطريقه، كبسه هيك وكبسه هيك. شايفين كثير سهله. رح نساويهم كلهم ونرجع لكم منشان نشتغل الساده اخواتي، مشان ما نطول عليكم الفيديو. الساده بدها تكون بهالقياس اخواتي، هي تقريبا يعني 70 جرام، هي تقريبا لحد ال 70 جرام. بنقصطهم هيك بهالطريقه، بنكوبجهم وبنجيب جيلاتينه. وهذا القالب موجود باي سوبر ماركت عربي باوروبا. فيه نقشتين اخواتي بامكانكم تستخدموه. نحن يعني هذا الموجود عندنا، يعني فرجي ازرق ولا تفرجي بخلاق. شايفين اخواتي؟ هي النقشه طلعت معنا. وفي عده نقشات ثانيه، يعني انا رح اسوي لكم هلا 3 نقشات باذن الله. هذا بده يكون كبير. تختلف هي العجينه عن عجينه المعمول. عجينه المعمول فيها قرشه. عرفتوا كيف اخواتي؟ عجينه المعمول فيها قرشه، هي ما فيها قرشه، فيها طراوه. هلا انا سويت لكم هي النقشه، رح اسوي لكم هلا بهي النقشه. يعني رح اسوي لكم 3 نقشات. في نقشه اجتهاد من عندي رح شايفين اخواتي؟ كمان هي نقشه، يعني 3 نقشات ان شاء الله او 4 نقشات رح اسوي لكم. شايفين ما احلاها؟ هي لما بتقسموها ما بتطق معكم طق مثل الكعك. عرفتوا شلون اخواتي؟ ليش؟ اسمها كليجه. هي انا الله يذكره بالخير، واحد اجى لعندي الله يذكره بالخير المحامي ابو عبد الله، اكل عندي كليجه، قال لي يا اخي والله شيء طيب، والله شيء طيب. قلنا له سيدي ايمت ما بدك اعتمد. هلا انا اخواتي هون نسيت لكم، رح اغير لكم نقشه. سويت 3 من هون 3 من هون، رح اسوي انا نقشه ثالثه. بس النقشه الثالثه هي اجتهاد من عندي. انا عندي هالدقماء هذا اخواتي، شايفينه؟ هذا الدقماء، هذا دقماء تبع اللحمه، طبعا غسلته وظبطته. شايفينها؟ طلعت معي هي النقشه. رح اسوي كمان منها 3، ورح اسوي انا كمان نقشه ثالثه من عندي كمان اجتهاد، وان شاء الله باذن الله بتعجبكم. الطابع الشامي او القلموني الموجود هو عباره عن طابع خشب مش موش. شايفين اخواتي؟ طلعت مثل شكل يعني مقبول. هلا رح اسوي لكم الشكل الثالث كمان بطريقه اجتهاد يعني. وهي هذا
بعد منا رح نروح نحن معكم لمرحلة الشوي اخواتي ان شاء الله باذن الله، كمان بتعجبكم وكمان طريقة سهلة عليكم. الطريقة الثالثة اخواتي معاكة البطاطا اللي بنمعس فيها البطاطا المسلوقة. كمان طلعت يعني شغلة لا بأس فيها، ماشي حالها. نحن حاولنا بس نفرجيكم يلي عنا. هي اللي عنا هلا، هي نقشة، وهي نقشة النانرج، وهي نقشة العجوة، ولسه أنا عندي نقشة ثالثة أخواتي بطريقة معمول المد. هلا رح اشتغلكم إياها بإذن الله. رح نقيم هدول. بسم الله، واشتغلكم إياها إن شاء الله بإذن الله بتعجبكم. أخواتي أنا مديت العجينة على ورق زبدة، ورجعت مديت فوق منها النانرج. أنا رح ساوي نص نانرج ونص عجوة. أنا هي أخواتي مادتها جاهزة، شايفينها؟ بعمل لها هيك وبنزلها محلها بجنب أختها. شايفين ما أحلاها أخواتي؟ أنا سامحوني يعني نحن البغجاتية القديمة القدماء ما بيطلع بإيدنا نلبس كفوف أثناء الشغل. يعني هي الأكلات أنا عم بساويها لبيتي، بدكم تعذروني الله يرضى عليكم، يرضى عليكم سامحوني. هلا أخواتي أنا بدي أرجع مدلها مدة هون عجينة. أنا بدي مدة عجينة هون وغطيها، وبرجع لكم لما بدي أقطعها بإذن الله. رح نمدها وبرجع لكم بإذن الله. وهلا أخواتي مثل ما لكم شايفين أنا نزلت الحشوات ورجعت اعطيتها طبقة عجين من فوق. هلا بدي اعطيها تدريجي. هاد اذا موجود عندكم موجود، مو موجود بالشوكة حبايبي، بالشوكة. بس انا كونه موجود عندي جبته من المحل موجود. انا بدي اخذ تدريجي. هيك بهي الطريقة. هلا بدنا نروح نقطع. التقطيعة 2 ب2 2 ب3 2.5 ب2، يعني شغلة بهي الطريقة. وبدي اقطع للسفل. ليش؟ اذا ما قطعت للسفل بتنفخ معي، انا ما بدي اياها تنفخ معي. يلي ما يعني ما بيتلبك بطريقة التقطيع يحط مسطرة، بس نحن يعني متعودين. وخلي عينك ميزانك. هي طلعت معنا. هلا باخذها على الطول تطلع معي مربعات، بدكم مستطيلات تطلع معكم مستطيلات. يلي بتطلع معه مضربه يحط قدام منه زبديه مي وكل شوي يلك السكينه. هلا هيك امورنا بخير. خلينا كمان نعطيها تحريره من هون، وبزيد الطرف معنا بنعطيه للاولاد الصغار. هلا هيك امورنا صارت جاهزه. هلا عنا هذا موديل، وهي نقشه ثانيه، وهي نقشه ثالثه، وعنا نقشه الساده. شايفين حبايبي؟ هي عنا 4 نقشات. طريقة المعمول المد أو المقروطة، في ناس سميها مقروطة، بإمكانكم تلبسوها سمسم إذا بتحبوا، بإمكانكم تلفوا بسمسم بصير. وعنا العجوة، عنا النانرج، وعنا السادة. هلا رح نروح لطريقة الشوي بإذن الله. بالنسبة للشوي إخواتي رح أقول لكم شغلة، الحرارة 220 بالنسبة للعجوة والنانرج 220. بالنسبة لهي حرارة 200 إخواتي أو 220، خلينا نوحد الحرارة كلها 200. بس السادة أنا بعطيه حرارة 200. بس السادة بعطيه حرارة 200. كلهم هدول بحرارة 220 250. معلش نحن متعودين، يعني أهل المصلحة بيعرفوا العجوة دائما نحن بنخبزها على أعلى حرارة، إن كانت العجوة ولا إن كانت غريبة بقشطة بنعطيها حرارة كثير عالية. هلا رح نروح على طريقة الشوي بإذن الله. هلا بناخذ صاج، الحرارة حطيناها نحن على 220 مثل ما انتم شايفين هون الحرارة عندي 220 على الطبقة اللي فوق الأرضية، يعني الأول طبقة من فوق
اول طبقه من فوق اخواتي، شايفين؟ وبنسكر عليها 10 دقائق 12 دقيقه، على 7 دقائق 8 دقائق بعمل لها فتله، واللي عنده فرن مروحه بيكون احسن. انا فتلتها على 6 دقائق، انا بعد ب 10 دقائق 11 دقيقه اخواتي هلا هيك صارت معنا بهالنتيجه هي. شوفوا لي على هالبضاعه، شوفوا لي على هالرزق، شغلي بتاخذ العقل. وهلا هلا انا ما رح احسن احمد، بدي انزل صاج ثاني، وهي رح ننزل هلا النانرج كمان بنفس المكان. اكلوا معنا 11 دقيقه. كمان النانرج صار جاهز معنا. فرجوا لي على البضاعه ما شاء الله، بسم الله بسم الله. هلا رح ننزل الساده، وهي الساده رح ننزله، بدي اخفف عليه الحراره شوي. وهلا بعد ب10 دقائق مثل ما انكم شايفين هلا هيك صارت هي حاجتها. بسم الله ما شاء الله، شو هذا والله ذهب. هلا بدنا ننزل المد. بسم الله الرحمن الرحيم. بنسكر عليها مع المراقبه، ونلاقيكم بالمرحله اللي بعدها باذن الله. شوفوا لي على البضاعه ما احلاها ما شاء الله، شايفين على هالرزق ما احلاها، شغله بتاخذ العقل. هلا باذن الله رح نكمل شوي باقي وبنرجع لكم مرحله التقديم باذن الله. وهلا حبايبي صارت وصفتنا جاهزه بعد يعني هالوقت اللي اشتغلناها فيها، وان شاء الله باذن الله بتنال اعجابكم. ومثل ما انكم شايفين منظر بياخذ العقل، يعني مثل المحلات، يعني ما بنختلف لانه نحن اهل المحلات. مثل ما انكم شايفين هي المد مثل معمول المد، وهي العجوه، وهدول انا حاشيهم حشوه دبل، يعني انا حاشي العجوه دبل يعني مثل ما انكم شايفين. شوفوا اخواتي حشوه دبل. وفي عندنا النانرج كمان مثل ما انكم شايفين، هي النانرج كمان شغله بتاخذ العقل. وهي الساده. اللي بيفرق هي العجينه عن عجينه المعمول انه هاد ما بيكسر كسر، يعني بيطعج معنا طعج لانه العجينه تبعه طريه، نحن حاطين له مطريات والحليب الزيت كذا هالامور بضل طري. وهي المحشي مثل ما انكم شايفين كمان اخواتي، تفرجوا هي المحشي هذا مثل طريقه معمول المد. نحن ساوينا قسم نص الصينيه بنانرج ونصها بعجوه. هي الاكله طيبه الصبح مع فنجان قهوه، كانوا اهالينا الله يرحمون يساووها. هي الاكله هي تعتبر من الاكلات البيتيه، يعني بالمحلات نادر ما كنا نساويها، يعني الا ما ندر مين يوصينا عليها. قدمنا لكم اياها بكل مصداقيه وبكل مهنيه وبكل صدق، وان شاء الله باذن الله بتنال اعجابكم. اخواتي جربوها، يعني مثل ما انا اشتغلتها جربوها، وانا اعطيتكم كل اسرارها، وما بظن انه موجوده على اليوتيوب، يعني حدا اشتغلها بهالطريقه على اليوتيوب، لانه انا اللي بعمري لسه حافظها، اما اللي بعد منا ما رح يعرفوها. بقول شغله بس انا ملاحظه، اذا العجينه طلعت معكم طريه، لانه رح يختلف الطحين من مكان لمكان، حاولوا يعني بعد ما تبلعوها الميات كمان رشوا لها رشه طحين اذا طلعت طريه، وتدعكوها دعكه خفيفه بتوقف معكم. هي كانت وصفتنا، وهلا نحن رح ندوق معيدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي القهوه جاهزه. يا سلام والله يا اخواتي شيء طيب، الله وكيلكم. يعني انا اشتغلتها، انا كثير ناس هون بيوصوني عليها بالمانيا، وبشتغلها يعني انا لوجه الله، يعني ما بشتغلها باخذ منه، لانه اكله بيتيه تعتبر. وهي الساده، شايفين الساده طريه ما في قرشه يعني. وان شاء الله ربي بيسعد اوقاتكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من دعمكم. هي كانت وصفتنا، وصفه من التراث السوري، وصفه قديمه، واعطيتكم كل اسرارها، وان شاء الله كل اياماتكم سعاده وهنا وبركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.